انا لو زعلان فانا زعلان ان انا اتغلب من الفريق ده الوضيع ده اللي قد كده ومستواه سيء جدا 3-0. انا لو هزعل ان انا اللي هزمت نفسي. الزمالك هو اللي خسر نفسه المباراه النهارده. انت كنت نازل قدام منافس قسما بالله، وارجع اتفرج على الماتش من تاني. اول 10 دقايق او اول 12 دقيقه بالظبط و15 دقيقه، ربع ساعه بالتمام والكمال، المنافس قدامك قسما بالله ما بيعرف يباصي. انت اللي بتباصي وانت اللي بتخرج بالكوره وانت اللي بتروح وانت اللي بتوصل تجيب جون تركب الماتش. لكن منه لله ناصر خرا زفت. ناصر خرا زفت. ناصر منسي هو السبب في كل اللي حصل النهارده. على الابيض، انا لو هشيل حد هزيمه الديربي النهارده هشيلها الناصر منسي. ناصر زفت منسي هو كل سبب القص النهارده، قص الخراب وقص القرف كله اللي اتشاف النهارده في الملعب. ضيع المباراه بسذاجه وبرعونه وبمنظره يخرب بيت اليوم اللي حسام حسن ضمك فيه للمنتخب. من يوم ما حسام حسن قرر انه يضم ناصر منسي للمنتخب ويعيش حلم انه هيلعب المونديال، وناصر منسي بيعمل حاجات مقرفه. عايش الدور ورفع الياقه وفكر نفسه فعلا فان باستن. يابا العب السهل، يابا اعمل اللي بتعرفه. لا، لازم اعمل على الطاير والوش واعمل فيها مهاري واعمل فيها ان انا اللي مفيش منه اتنين. انا لو زعلان فعلا عشان اني انا ما كانش ينفع انا اغلب نفسي بس، انما على المستوى الماتش انا ما استاهلش المكسب. ما استاهلش المكسب في اجمال 90 دقيقه انت ما لعبتش فيهم غير 15 دقيقه، فتستاهل تكسب ليه؟ يا صديقي هنتكلم كتير اكيد، وهنتكلم عن المباراه وهنتكلم عن اللي حصل وهنقول راينا وكل حاجه. بس في البدايه طالما وصل لك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك جديد اول باول. ولو انت مشترك في القناه اللايك والكومنت والشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس. الزمالك اتغلب الديربي وقدر الله ما شاء فعل، ومفيش اي حاجه وما ينفعش نهد المعبد. هزيمه رخمه، هزيمه تقيله، هزيمه من المنافس ممكن تاثر عليك نفسيا. كل ده كلام جميل، لكن جمهور الزمالك انا عارف ان هو مش هيهد المعبد. زي ما جمهور الزمالك هتف في المدرج اصحى وصح يا نايم، اصحى وصح يا نايم، احنا الاول يا بهايم. وفي اخر المباراه نادى للعيبه وقال لهم تفضل امجادك قدام عيني والاخر عمري زملكاوي انا. فانا متاكد ان جمهور الزمالك مش هيتخلى عن الفريق. انا متاكد ان جمهور الزمالك هيحارب لاخر لحظه على حلمه اللي اتولد في ظروف صعبه جدا. ظروف ما كانتش تقول ان انا كزملكاوي او انا كنادي الزمالك هكون موجود النهارده في المنافسه بالشكل ده. هكون النت للاهلي اللي معاه سكواد مدجج بالنجوم والبيراميدز اللي معاه سكواد مدجج بالنجوم، وانا بلعب زي ما بيقول لك عد نغماتك يا جحا، واحده نايمه واحده قايمه. فطبعا جمهور الزمالك انا متاكد ان هو مش هيهد المعبد. جمهور الزمالك واعي وفاهم وهيقدر ان شاء الله يروح مباراه سموحه وبعد كده نروح الكونفدراليه ونرجع ان شاء الله نرجع بعد كده مباراه سيراميكا. هم 4 ماتشات انا متاكد ان جمهور الزمالك هيامن بحلمه وبصوته ان شاء الله بامر الله هيجيب الفوز ويرجع الفريق للمسار الصحيح بامر الله. فخلاص قدر الله ما شاء فعل يا جماعه ومحدش يزعل. خلونا نرجع تاني للخط اللي احنا كنا ماشيين فيه، وهو الدعم ثم الدعم ثم الدعم. ما قدامناش حل تاني. ما ينفعش في الوقت ده ان انت تهدم المعبد. وكلمتين برضو لازم الناس تفهمهم. انت لما خدت الدوري اللي هو بتاع 22 و23 ودوري 2014 بتاع البروف جيزوالدو فيريرا، الدوري ما كسبتش الاهلي في ماتشات الدوري دي. فعادي جدا اذا يعني لعله خير ان احنا لما بنتغلب من الاهلي بناخد الدوري. خلينا نبص للجانب الايجابي عشان ايه ما نتعبش نفسنا ونضايق نفسنا ونتخنق ونخش بقى في قصه احنا مش عايزينها دلوقتي. احنا مش عايزين نهد المعبد. اقف جنب فريقك اللي مش مآمن بالزمالك واللي مش واثق في الزمالك الزمالك هو ده الزمالك يا جماعه. فاحنا بنعيش مع الزمالك بوضعه ده وبندعم وبنقف جنب الزمالك بوضعه ده وبنكون كل ماتش في المدرج بوضع الزمالك ده. اللي مش قابل ان هو يكون مع الزمالك ويعيش سيناريوهات الزمالك
واجواء الزمالك اللي هي دايما فيها اثاره وسسبنس ما يعيشهاش، يركن على جنب ويسيب لنا احنا القصه. ده كلمتين لازم كانوا يتقالوا في البدايه. الزمالك قدم مباراه انا بقول لك سيئه. الزمالك للاسف يعني كالعاده، والواحد بيتضايق من الموضوع ده، وحلم حياتي انا نفسي اعمل دراسه افهم الموضوع ده. لحد امتى الاهلي يبقى واقع نفسيا وجاي لك ميت وانت تدوس عليه تدفنه؟ لحد امتى مش هتعمل ده؟ يعني لحد امتى تفضل انت اللي تفوقه؟ لحد امتى تفضل تديله قبلة الحياة؟ لحد امتى؟ انا فعلا الموضوع ده والله العظيم غريب. يعني دايما الزمالك ممكن يكسب الاهلي، والاهلي كعبه عالي، والاهلي حلو، والاهلي طاير، تلاقي الزمالك جاي بوم ضرب كرسي في الكلوب وكسب الاهلي زي السوبر الافريقي عادي. انما لما الظروف تبقى عايزاك تكسب الاهلي، معرفش ليه ما بتكسبش الاهلي. هي دي النقطه. هل يعني ده الموضوع والله مش ملوش علاقه بالفريق ده ولا الفريق اللي فات، هي ارث موجود ان الزمالك دايما وهو واقف على رجله والاهلي بيموت وبيحتضر، انت ما بتموتوش وتدفنه. فده الزمالك، عاده الزمالك ولا يشتريها. فخلاص احنا كده كده عارفين ده وكنا متوقعين ده. انا واحد من الناس كنت متوقع ده، بس ما رضيتش اقوله عشان الناس ما تقولش بتشائم وبتصدر طاقه سلبيه للعيبه قبل ماتش كبير وبنفس على الدوري. لكن هو ده الزمالك، وهي دي عاده الزمالك، وهو ده طباع الزمالك. الزمالك بدا المباراه بتشكيل انا مش هلوم عليه كابتن معتمد جمال غير على ناصر منسي. هتقول لي يا عم اسلام انت بتقول ناصر منسي عشان الغلط اللي عمله او الجون اللي ضيعه؟ لا، ارجع هنا في نفس المكان ده هتلاقي التشكيل الافضل اللي انا منزله قايل عدي دباغ مهاجم وخوان بزيرة وشيكو بنزا، وقلت خوان بزيرة يخش العمق والعب باثنين كانهم اثنين سترايكر، شيكو بنزا وعدي دباغ من قبل الماتش. الواحد والله يعني الحمد لله عنده شويه رؤيه في الكوره، الحمد لله عندنا حبه ادراك وفهم للكوره، حافظين الزمالك ايه المطلوب يعمله وايه الصح والانسب للزمالك. شاربين الزمالك شرب، يعني خلاص انا بالنسبه لي فاهم انا بقول ايه، ما بعبيش كلام وما بعبيش هوا. فالوم على كابتن معتمد جمال في التشكيل بالتحديد في البدايه كبدايه، هلوم عليه في اداره الماتش بعد كده. في البدايه هو وجود ناصر منسي. الزمالك بدا المباراه زي ما قلت لك في بدايه الحلقه 15 دقيقه هو الافضل، مش بقول كلام وبعبي هوا، الزمالك الافضل حرفيا. الزمالك بينقل وتقيل قوي على الكوره من تحت، وبتضرب الباص في الوقت المثالي اللي بتقطع فيه انصاف المساحات وخطوط الضغط بتاع الاهلي اللي عاملها، وكنت بتروح وبالفعل رحت مره واثنين وثلاثه. رحت في الاول بعدي دباغ الكوره اللي راح وضم وحطها، ما تتحطش جامده يا عدي، تتحط بصباع رجلك الكبير ارطوفي البعيده، الله يمسيك بالخير يا شيكابالا. هي كده. بعدها على طول رحت بكوره تانية لناصر منسي، مفيش اسهل من كده. انا ما شفتش اسهل من كده يا عم ناصر، جايه لك لوحدك تماما فاضي، معكش حد، عندك كل الخيارات متاحه، توقف وتعدل وتشوط انت، توقف وتعدل وترقص انت، ده كل ده يديك. انا بديك خيارات ناصر منسي للفزلكه والدور النجوميه اللي هو عايشه. قدامك بقى الاجمل من ده كله انك توقف وتحطها لعدي الدباغ انفراد جول. بلاش توقف، بدل ما تشوطها مع الطاير روح باص من وان تاتش لعدي الدباغ وهي جايه على المغمض، عدي الدباغ جول. كوره جول تقلب المباراه 360 درجه، تكلل اللي انت عامله، تكلل الشغل اللي معمول، تكلل اللي انت بادئ صح، وان انت بتضغط صح وبتضرب انصاف المساحات صح وبتعمل كل حاجه صح. اقفل بقى الشغل ده بجون في وقت الفريق المنافس اصلا نازل ميت، هو مستني منك قبلة الحياة ان انت تعمل القرف اللي حصل ده، ان انت تضيع جون وان انت تضيع واحده تانية وتديله الكرة غلطه يجيب جون تدخله في الجيم. هو ده اللي حصل. بعد الكرة دي على طول الزمالك برضه ما وقعش، بل بالعكس الزمالك فضل كويس. حسام عبد المجيد في بدايه المباراه يطلع ببساط قطع الخطوط ممتازه لاخوان بزيرة وعبد الله السعيد والعدي الدباغ في المساحات الفاضيه في نص ملعب الاهلي، وكنا بنستلم ونروح واحنا بننقل ومستحوذين، تقوم الكرة رايحه لناصر منسي على الزاويه بتاع ال 18 بتاع الاهلي، يستلم الكرة تطول منه تتقطع تترد. قابلنا العك كله واللي حصل كله في كرة الجون الاول.
اتردت الاساس الغلط، اس الفساد الاساس من ناصر منسي اتقطعت، اتردت. طبعا العك اللي حصل، حسام بيوقف استلامها بالعافيه طلعها، فتوح واقف بيتفرج، راحت اتعملت العرضيه اللي حذرنا منها وقلنا الاهلي كنز ماله كله في العرضيه اللي بتتعمل من ناحيه اليمين. قلنا دايما العرضيه اساسها يمين، ومحدش بيذاكر ومحدش بيدرس ولا حد مركز. احنا بنتكلم هنا وشايفين نقطة ضعف وشايفين نقطة قوة، وطلعنا اتكلمنا عنها والناس مش شايفة. قلنا العرضية اساسها من ناحية يمين الاهلي بتتعمل لتريزيجيه. المرة دي تريزيجيه داخل، بن شرقي دخل معاه طبيعي عشان بن شرقي والاكس الزمالك لازم يسجل فيك، فبن شرقي يجيب الجون الاول من عرضيه. اساسها ايه؟ ناصر منسي، لخبطه حسام عبد المجيد والعك اللي حصل، والطبيعي وهو ده الزمالك، ان انت ما استغلتش البدايه اللي انت كنت عاملها صح، وضيعت فرصه في فرصه عدي وناصر، وضيعت كور قد كده. من بعد الجون ده المباراه كهربت شويه، تحس ان بقى بعد الجون الاهلي الكيرف عمل كده، العشوائيه اشتغلت، القر والفر بدا، فتوح ضرب غطس، بقى بيسلم ويستلم غلط، كل كرة يقع بقى عمال يتمرمخ في الارض، فتوح عمال يتمرمخ حرفيا في الارض، مش قادر يقف على رجله، شحاته يجري بالكرة تتقطع منه، عبد الله السعيد مش احسن حاجه. مش انا بالنسبه لي عبد الله مش اسوأ من فتوح وشحاته، بس الثلاثي كان اجمالا سيئين. ناصر منسي مش موجود، فخلاص دخلنا في مرحله بقى سوداويه. دخلنا الاهلي في الجيم، ركبنا الاهلي في الجيم، خلاص الاهلي جاب الجون، والدنيا مشي كويس. وقسما بالله بعد القطعه بالظبط، وقبل ما تروح التحول، قطعه ناصر منسي اللي اتقطعت منه قبل ما تروح التحول وتترد ان هي تخش فينا جون، كتبتها الدقيقه 16 خرج يا عم معتمد، خرج ناصر منسي دلوقتي اتردد بجون. ناصر منسي هو السبب في قلب الجيم على الزمالك. كالعاده الزمالك زي ما قلت بقى سيء، كالعاده ركنيات تيجي تتعمل سيئه جدا، كالعاده فاولات تيجي بتتعمل بره عاليه، تروح على يعني لو هي ناحيه اليمين تروح على زاويه ال 18 الشمال، بتروح بعيده جدا. ولا مره نفذنا ركنيه صح. طب يا جماعه اللعيبه دي بتتمرن على ايه في النادي؟ يا كابتن معتمد بتمرن اللعيبه على الكورنرات ولا لا، والفاولات ولا لا؟ لا، قولا قاطعا انا بقول لك كابتن معتمد جمال لا يدرب اللعيبه ولا بيمرن اللعيبه ولا بيشوفهم في النادي والتمرين على الركلات الثابته كلها، لا ركنيه ولا فاولات، كلها سيئه جدا. ولا ركنيه ولا فاول ولا كره ثابته النهارده اتلعبت صح، مش النهارده ولا قبل كده. 26 الدقيقه 26 فرصه خطر الاهلي، حسام شلبي من على خط الجون. بقول لك خلاص انت رجعت الاهلي الماتش، انت اديته قبله الحياه، انت فوقته، بدا يروح بفرصه بالثانيه وعمال يشكل خطوره لحد في الدقيقه 29 فرصه لعبد الله السعيد، كان 1-0 كانت هتدخل الزمالك في المباراه، اللي من ناحيه اليمين اللي عبد الله راح مرقص كان كوكا تقريبا وعملها بشمال ارتور، الحكم ساعتها حسبها تسلل، هي ما كانتش تسلل يعني، لو عبد الله حاططها حنينه شويه ودخل الجون كانت هتتحسب بالمناسبه. لكن فرصه دي برضو كانت ممكن تدخلك في الجيم. بعدها على طول الدقيقه 31 الاهلي يرد بهدف حسين الشحات، ضيعت الكره الاولى والثانيه اتردد عليك بجون، ضيعت كره التعادل بتاع عبد الله السعيد اتردد عليك بالجون الثاني عشان تطلع بره الجيم تماما بسبب خطا كارثي من فتوح. بنطلع بالكوره، كابتن معتمد جمال شايف ان الفريق بدا يوصل مرحله انهيار وفقدان الثقه من بعد الجون الاول للاهلي، والامور بدات تفرط والعشوائيه تشتغل. اقول للعيبه بقى نلعب طولي، لا برضه لازال بيحضر من تحت وعمال مصر ان احنا نطلع بالكره من تحت ونعمل الفاست بيلد. احنا مش برشلونه ولا لمسيه، برضه بنطلع بالكوره. فتوح بقول لك عمال يتزفلط ويتزحلق في الملعب وبيتمربخ في الملعب، تتقطع منه جونين انت اللي عاملهم اسيستات. الاهلي ما كانش موجود، ما كانش هو اللي خطر يعني، ما جابش الاهداف بتاعته او الهدفين من ابتكار، من جمل، من روعه، من باصات سريعه. كل الجونين اللي خرجوك من الماتش وقتلوا الماتش انت اللي خرجت نفسك، انت اللي خسرت نفسك، انت اللي عامل الجونين، هم ما عملوش حاجه خالص.
زي ما بقول لك، بص لسه كنت بقول لك انهار الفريق، اداء الفريق بقى سيء، فتوح عمال يقع، مفيش اي حاجه. الدقيقه في 40 كتبت فتوح بيلعب ضد الزمالك، كميه مس باص وكميه اداء سيء جدا 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 من فتوح، وبعد منه شحاته. نص الملعب متاخد منك، مش متاخد منك لجمدانهم، متاخد منك بسبب ان انت عمال تجري بالكره وتتقطع منك. مش انت مثلا هم بيعملوا عليك ضغط معين مثلا، او هم فريق منظم قوي فبياخد منك الكوره مثلا، لا ده انت اللي بتدي له الكوره، انت اللي كل شويه تدي له الكوره يعمل التحول عليك، وانت المساحات عندك ورا فاضيه. الشوط خلص باداء سيء جدا. شرحت لك الحاله بتاع الشوط الاول كله، هي ملخص الشوط الاول والمباراه في اللي قلته لك ده. انت اللي عملت كل حاجه وصلتك ان انت تخسر النتيجه دي والمباراه دي. والله العظيم هم ككوره لا يستحقوا، يعني هم يستحقوا الفكره ان هو عارف من اين تؤكل الكتف. يستحق المكسب لان هو كان مستني منك قبلة الحياه، فيستحق لذلك. ولما الامور استقرت بدا يلعب بقى باريحيه، خلاص بدا ينقل عادي، الثقه جت وانت وقعت بس. لذلك هم بقوا يستحقوا من بعد كده. الشوط الثاني بدأ بالتغيير اللي انا قلت بيها هنا، اسلام فرج دمية هو اللي قال. انا قلت من قبل الماتش عضيه الدباغ مهاجم، شيكو بنزا فران بزيرا. كابتن معتمد جمال عمل التغييره دي في الشوط الثاني. الزمالك بدأ شكله يمكن افضل شويه، ضاغط الدنيا الى حد ما كويسه، في ثقه، نفس الفكره، ضغط عالي، بتنقل بتسلم وتستلم. الاهلي نازل واقف تحت، رحت شكلك افضل، جالك ركله جزاء في الدقيقه 51 بمجهود فردي من بنتايج. خلاص قلنا قبلة الحياة رجعت لك انت تاني تسجل جون في الدقيقة 51 او في الدقيقة 52 زي ما تسجل البيلين. خلاص لما جت هترجع بقى للجيم، خلاص هتكسب بقى، يعني هتقرب من ان انت تكسب. يلا بقى تعادل وادور على المكسب، اسوأ الحلول ادور على التعادل بس، يعني فاهم، ضربة جزاء ترجعك الجيم. حسام عبد المجيد حسبي الله ونعم الوكيل، يعني انا مش عارف والله حسام، ما انت بتحطها على طول عليه ليه؟ يعني تحطها كده، طب حطها في نص الجول. ما اعرفش. حسام عبد المجيد ينفذ ركله الجزاء بشكل سيء جدا، ضعيفه، مش قويه، مش عاليه في علو اللي احنا عارفينه اللي هو بيبقى صعب على الحراس. الترجي اللي هو اسمه مش عارف اسمه ايه كده، والله ما عارف اسمه، المدافع بتاع الترجي التجناوتي، حاطط احسان ضربتين جزاء في شوبير، سهله جدا يعني. لكن حسام قرر ان هو يقتل امال الزمالك في العوده للقاء. هي من اللحظه دي خلاص خلصت، خلاص انا عارف هي مش يوم الزمالك والسيناريو اللي انا حافظه اللي هو انا خلاص، انا مش عايز اكسب، انا لازم ارجع الاهلي في المباراه، انا لازم اخلي الاهلي موجود في المباراه، انا لازم اركب الاهلي في المباراه واخليه يدور على الثالث. بعدها على طول الاهلي خد ضربه جزاء لتريزيجيه، اللي هي الشحاته اللي اتعملت عرضيه وشحاته عملها بايده غريبه جدا. ما اعرفش شحاته ليه مدد ايده بالشكل ده، انا ما فهمتش. اتحسبت ضربه جزاء، سددها تريزيجيه، جت في القائم يتصدى ليها، قلت يا مسهل يمكن لعل وعسى. لكن ما فيش حاجه جدد، الزمالك فضل في عشوائيه. شيكو بنزا نزل، جبتك يا عبد المعين تعين، اتاريك يا عبد المعين عايز تتعان. قر وفر، ما كانش جاي شيكو بنزا خالص. مش ده اللي كنت انا مستنيه من شيكو بنزا، كان عندي افكار اكتر من كده بكتير وطرق كتير. لكن اجواء المباراه والعشوائيه اللي حصلت وان الفريق وقع نفسيا ومعنويا، والفريق خلاص انت دخلت وركبت الاهلي الجيم، كل ده خلي ان شيكو بنزا، يعني مش هلومه هو لوحده، لكن ما ضافش جديد، ما ضافش حاجه. ضيعنا فرص. اول ركنيه للاهلي يا مؤمن في الدقيقه 67، والله كاتبها، اول ركنيه للاهلي في الدقيقه 67. انت متخيل بس الحجم اللي انا بقوله لك، ان انت اللي مركب الاهلي في الجيم، انت اللي غلطان، انت اللي مسلمه من الماتش تسليم اهالي. بس في الديربي مش هيتفهم الكلام ده. في الديربي والله العظيم هم حقهم هيفرحوا، وافرح يا سيدي ومبروك 3 نقط وغني وزقطط واعمل اللي انت عايزه. لكن والله كوره انت ما عملت حاجه، انت قدرت تستغل اخطاء الزمالك ان انت تركب الجيم بعد كده. انما ككوره والاهلي كشكل، الاهلي ما كانش هو اللي، يعني مش هو اللي تعب عشان يكسب. ده بالنسبه لي الزمالك هو اللي ادى الاهلي المباراه بكل سهوله. كل الكور ثابته زي ما قلت لك، حتى في الشوط الثاني سيئه جدا وزفت من الزمالك.
خروج عبد الله السعيد ونزول ادم كايد في الدقيقه 70 ما فهمتش التغييره دي. يعني انا شايف ان فتوح اسوأ بكتير جدا من عبد الله السعيد. طب ما انا ارجع عبد الله السعيد يبقى جنب شحاته وهو اللي يخرج الفريق بالكوره في الضغط اللي الاهلي كان في اوقات بيعمله، وان انت مش عارف تطلع بالكوره من ورا وبدات الامور تتكهرب، نزل عبد الله يخليه جنب شحاته وحط ادم كايد 10 وابدا العب بشكل افضل. لكن سبت فتوح اللي هو لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيعمل اي حاجه. فتوح كان بيقدم اداء مش يعني في لفظ والله فكرت فيه مش هينفع اقوله، بس فتوح كان بيقدم الحاد كروي، ده انضف لفظ ممكن اقوله. فتغييرها كانت غريبه بصراحه. وخروج عبد الله، وانا عبد الله بس عايز اقول له على حاجه، وانت زعلان ليه عبد الله وانت خارج؟ يعني مش معنى ان انا بقول ان فتوح هو الاحق انه يخرج فانت تزعل، ما هو انت برضه عبد الله يعني ما كنتش نجم المباراه، يعني ما كنتش انت اللي شايل الفريق على كتفك مثلا. انت فاهم؟ انت مش الاحق ان انت تخرج، بس انا مش فاهم عبد الله ليه كل ما يخرج بيزعل، مش فاهمها بصراحه. دي حاجه لازم اقولها يعني. بعد كده الدقيقه 74 الهدف الثالث لبن شرقي، فضيحه بقى. الهدف ده بالنسبه لي فضيحه، فكره ان انا اللعيبه عماله تنقل واحنا واقفين، فتوح وشحاته واقفين ولاعيبه الاهلي بتنقل والكره تتعمل الباص ما بينهم بعد 3 4 نقلات تروح معموله الباص وهما الاثنين واقفين فتوح وشحاته، مش واحد يروح يضغط والثاني يقف يغطي، ولا لا لا لا، الاثنين واقفين بيتفرجوا، فالباص تعمل ال1 2 ويتعمل ما بينهم بكل سهوله جدا وتروح الكره. الونش بدل ما يعمل بلوك محترم ويروح على بن شرقي يحط رجله في الكوره، لا تتعمل بالراحه خالص، تعدي من تحت رجله عادي، المهدي سليمان بيمسك الهوا تعدي عادي. هي خلاص هي مش يومك جون يبروز اللي انت عملته كله، كان لازم تتعاقب عقاب شديد على اللي انت عملته كله. شوط تاني قله حيله عشوائيه، مفيش اي حاجه ممكن نتكلم فيها على المستوى الفني من الزمالك. الشوط الثاني كر وفر، بعد كده تغييرات ملهاش اي لازمه، نزول الجزيري ومحمد سيد وخرج فتوح وعضي الدباغ. تغيير فتوح متاخره جدا ان هو يخرج متاخر بالشكل ده، بعد كده خرج خوان بزيرا ونزل ايشو. بقول لك تغييرات كلها ملهاش اي داعي يعني، خلاص فاهم، هي الامور فرطت. هزيمه انا شايف ان هي مستحقه لسبب ان انت اللي عملت في نفسك كده. كان ممكن تكسب الفريق، انت بتلعب منافس زي ما قلت لك نازل سيء جدا، نازل واقع، انت اللي دخلته في الجيم بسبب ناصر منسي. بالمناسبه عشان بس برضو ما تقوليش بتشاهد ناصر منسي الليله وخلاص، ناصر منسي هو السبب في الازمه اللي الزمالك فيها النهارده. ناصر منسي في مباراه انبي الكره اللي فتوح عملها له العرضيه في قلب الجون على خط ال6 يارده اللي بدل ما يحطها في الجون حطها بره خالص، والنهارده كره الجون تضيع والكره اللي الميس باص اللي تترد علينا بجون. يعني ناصر منسي لوحده هو اللي ضيع على الزمالك ال5 نقط دول اللي كانوا كفيلين ان الزمالك كان يبقى معاه 6 نقط النهارده. ماتش انبي نكسبه وماتش الاهلي نكسبه كان بسبب ناصر منسي. ناصر منسي ضيع 6 نقط كانوا خلصوا الدوري تماما. بالمناسبه عشان الناس بس ما تقولش انت بتيجي على ناصر منسي. نيجي للجزء الاخير في حلقه النهارده وتقييم لاعبي الزمالك ومعتمد جمال في مباراه الديربي القمه، مباراه الاهلي والزمالك. المهدي سليمان انا ما اقدرش، يعني انا شايف ان المهدي سليمان حاجات بسيطه كلها، يعني والله ما اختبر كتير قوي، كلها كور عاديه جدا اللي راحت له، ف5/10 ممكن عشان بس عشان خاطر الجون اللي دخل فيه، كان ممكن يبقى اعلى من كده والله لان هو ما اختبرش. فالمهدي سليمان 5/10. بنتكلم على محمود بنتايج، عمل اداء كويس مقبول 6/10. حسام عبد المجيد 2/10. الونش 2/10. محمد اسماعيل 3/10. شحاته 2/10. احمد فتوح 0/10. عبد الله السعيد 2/10. خوان بزيرة 3/10. عضي الدباغ 3/10. ناصر منسي 0/10. البودلة انا ما اقدرش اقيم حد، لا الجزيري عمل حاجه ولا محمد السيد ولا عداء ولا ادم ولا شيش ولا اي حد، الناس اللي نزلت كلها خارج التقييم. كابتن معتمد جمال 3/10 على عدم الاداره الجيده للمباراه، وان انت مش حاضر المباراه ذهنيا، التغييرات نفسها مش في ميعادها، مش مظبوطه، بدايه التشكيل فكره ناصر منسي لان باين من بقاله فتره كبيره مش جيد، فكره ان انت كمان تنزل لاعب وتطلع عبد الله السعيد اللي هو ادم كايد وبدل ما تطلع فتوح برضو دي غلطه. فلازم كابتن معتمد جمال يبقى تقييمه على الاقل 3/10. فكره اصراره على ان انا هفضل العب كره من تحت وانقل من تحت والبس الفريق الجون الثاني رغم ان الفريق كان بان ان هو وصل لمرحله انهيار او وقع معنويا ونفسيا والامور فلتت وزي ما بنقول كده وفرطت.
المفروض ان انا ابدا الم الفريق وانصح الفريق، اقول للفريق ايه، المدير انا كمدير فني اقول للفريق يعمل ايه، نلعب على مين، نطلع بكره عاليه، نعدي مرحله ان احنا نبقى 1-0 على الاقل، نبقى لسه في الجيم. كل ده كابتن معتمد جمال ما عملهوش، ساب الفريق وساب الامور فرطه وساب الدنيا خربانه، ولا تدخل ولا كلم ولا عمل ولا كأن في حاجه موجوده. بس يا صديقي العزيز، ده كان كل اللي معانا في حلقه النهارده. الامور لا زالت في ايدينا. هزيمه طبعا تزعل، لكن لا زال الزمالك متصدر الدوري، لا زلنا قدامنا فرصه، اكسب ماتشين تاخد الدوري، الموضوع كله في ايدك، عندك ماتشين تكسبهم تاخد الكونفدراليه. اعمل كل اللي عليك للاخر، جمهور الزمالك اقف جنب الفريق، دعم الفريق لاخر لحظه، هنحارب ونآمن. ماتش سموحه اللي جاي اصبح حياه او موت بالنسبه لنا، خلاص ما بقاش عندنا رفاهيه ان احنا نتعادل ماتش. هتكسب الماتشين بامر الله تاخد الكاس، تاخد الدوري، وتكسب ماتشين الكونفدراليه تاخد كاس الكونفدراليه. الموضوع بسيط جدا، الموضوع كله في ايدك. انسى. هنا التحدي اللي قدام كابتن معتمد جمال وقدام الجهاز الفني وجون ادوارد وكابتن عبد الناصر محمد والجهاز كله والجمهور، ان انت ما تقعش، ما تاخدش مرحله صعبه بعد الماتش النهارده ويحصل انحدار فتخسر كل حاجه. ده التحدي قدام الجهاز الفني وقدام الجمهور، ان مين هيقدر ياخد اللعيبه ويشد ازر اللعيبه ويرجع اللعيبه تاني للتراك والطريق اللي كانوا ماشيين فيه عشان نكسب سموحه، وبعد كده نروح ماتشين الكونفدراليه بامر الله ناخد البطوله، نرجع لماتش سيراميكا نحتفل بالدوري. هو ده التحدي، مين هيقدر يرجع الفريق من الدروب اللي حصل ده في تعادل انبي ثم هزيمه الاهلي. دروب صعب في وقت صعب، مطلوب رجاله، مطلوب ناس عندها ايمان وثقه في نفسها وفي ربنا الاول وفي نفسها وفي الجمهور اللي وراهم، ان هم عادي جدا ما حصلش حاجه. انسى خالص كأن الموسم خلص، وانت عندك 4 ماتشات ببطولتين يعملوا اللي محدش يتخيله. وصدقني محدش ساعتها ولا جمهور حلاوتها المشكل هيفتكر انه كسبك، ولا حد هيفتكر اي حاجه، وانت نفسك مش هتفتكر انك اتغلبت من الاهلي ولا اتغلبت اي ماتش في الموسم. لما تفوق وترجع تاني تكسب ماتشين الدوري وماتشين الكونفدراليه، صدقني والله كل ده انتهى، كل ده كأنه لم يكن، كل ده كأنه ما حصلش. فوق، كسبت، خدت البطولتين، كل ده هرد، كل ده رقش، كل ده مجرد حاجات هتتطبق وتترمي في الزباله. هو يروح يلعب كونفدراليه، بقول لك والله ولا اي شيء حصل. فيا رجاله استرجلوا، انسوا اي حاجه حصلت، انسوا تعادل انبي وهزيمه الاهلي، انسوا كل حاجه، ارموا ورا ظهركم. الجمهور ناداكم وشجعكم في اخر المباراه وبعد ما المباراه خلصت عشان مآمن بربنا وواثق في ربنا ومآمن وواثق في فريقه وعارف ان هو بصوته اللي يقدر يجيب البطوله. فانتوا خليكم قد المسؤوليه. كابتن معتمد جمال لو سمحت، انت وعبد الناصر محمد، كابتن عبد الناصر محمد مع احتفاظ الالقاب، مستر جون ادوارد لموا الفريق، الناس الكبيره لموا الفريق. عيب كده، احنا رحنا لمرحله ما ينفعش نخسر فيها كل حاجه. 4 ماتشات يا كل حاجه يا ولا حاجه. يا صديقي طالما وصل لك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك جديد اول باول. ولو انت مشترك في القناه اللايك والكومنت الشير مهمين جدا عشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج عطاير، نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز. سلام.